عايز تعرف اغرب حكايه هدف قتل اللي مسجله؟ تعالى وانا اقول لك. اكتر الاهداف التاريخيه والدمويه في نفس الوقت هو هدف اسكوبار نجم منتخب كولومبيا للجيل الذهبي في كاس العالم 94، لدرجه انه كان ملقب بفارس الكره الكولومبيه. وفي الوقت ده كولومبيا كانت عامله اداء عالي قوي في تصفيات كاس العالم في امريكا اللاتينيه، لدرجه ان الاسطوره بيليه توقع ان كولومبيا هتوصل لنص نهائي كاس العالم. قوم ايه يا معلم؟ رجاله المافيا في كولومبيا كلهم يسمعوا توقعات بيليه ويحطوا رهانات عاليه جدا على منتخب كولومبيا. هوب، في اول ماتش راحوا شايلين 3 من رومانيا، راح جاي لهم كميه تهديدات من المافيا انهم لازم يكسبوا الماتش الجاي والا هيقتلوهم. هوب، نزلوا الماتش اللي بعده قدام امريكا، عمك اسكوبار جاي شتت الكوره راح حاططها في نفسه زي ما انت شايف كده، وروحت كولومبيا من كاس العالم بدري بدري. وبعد ما رجع المنتخب طبعا اسكوبار بتجيله تهديدات يوميه انه ما يموتوه، واصدقائه نصحوه انه يسافر ويسيب البلد، وقعد 10 ايام ما بيخرجش من البيت لغايه ما اتخنق وقال لك ايه انا نازل، وراح فاتح صدره ونزل سير مع صحابه. خلص سهرته طالع على عربيته في نص الليل، طلع عليه ناس ضربوه 6 رصاصات، عدد ما الراجل المذيع قال جول في الماتش. ويقال ان الراجل اللي ضربه بالنار كان بيقول جول مع كل ضربه، جول 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 زي المذيع ما قال بالظبط. طبعا حادثه دمويه جدا، وجنازته حضرها الرئيس الكولومبي ومشاهير العالم. وبس يا هندسه، ودي كانت حكايه الهدف اللي قتل صاحبه. لو عجبتك حكايه الهدف ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، واكتب لي في الكومنتات كنت تعرف حكايه اسكوبار ولا ما تعرفش في كولومبيا غير بابلو اسكوبار.